لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. حقيقة وفاة الداعية السوري محمد راتب النابلسي في الجزائر. نفى الداعية السوري محمد راتب النابلسي 85 عاما خبر موته بعد شائعات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاته. ونفت الصحيفة الرسمية للداعية محمد راتب النابلسي على فيسبوك الشائعات المتداولة حول وفاته، مؤكدة أن الخبر شائعات لا أساس لها من الصحة. كما ظهر الداعية الشهير بنفسه لإطمئنان متابعيه بصفة شخصية على سلامته الصحية، حيث نشر مقطع فيديو على صفحته الرسمية ظهر فيه وهو يقول: أنا بخير وبصحة جيدة، معربا عن شكره لمتابعيه على محبتهم وتساؤلاتهم عن الخبر. يأتي ذلك بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام خبر يزعم ناشروه أن الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي قد توفي، ولكنه لم يتوفى، وهو أظهر في فيديو بنفسه وهو يقول: أشكر جميع الذين يخافون علي من محبيه واتصلوا بي للاطمئنان على صحتي.